والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سعادة محافظ بلقر، أصحاب السعادة، أصحاب الفضيلة، إنه يوم سعيد بالنسبة لي أنا شخصيا أن أجتمع في هذا الجمع المبارك، هذا الجمع الذي كثير منهم لي عنها يمكن 9 و10 سنوات، وبينما يمكن قضينا يمكن 20 سنة في هذه المحافظة سويا. ولكن أشهد الله أولا على محبتكم جميعا من حدود المحافظة إلى حدودها، وأني هذا اليوم سعيد جدا وفخور. ولو يكفي أن أقول بعض الزملاء لو هذا المشوار لو شفت بس صديقة وصديقين يكفينا، فما بالكم هذا الجمع المبارك. فالشكر لمنتديات بلاد بالقرن، الأخ عايض والأخوان، على هذا العمل الجميل وعلى العادة السنوية الجميلة التي نراها كل سنة تتقدم إلى أفضل. والشكر موصول للأخ علي بن زايد. وحقيقة يا أبو عمر، ما بعد كلام الشيخ عوض في الثناء على جهودكم في هذه المحافظة من زيادة، فتشكر. نقولها بكل صراحة، كل عمل ناجح في هذه المحافظة لا شك أن وراء قائد، والأمم تسير وراء قائد واحد. وحقيقة ما يتحقق ومن في هذه المحافظة من وقت إلى آخر هو شاهد على هذه الجهود الكبيرة. وأقول أنه حتى الاجتماع هذا اليوم هو أساسا مما يدل على النجاح في جمع الكلمة والصف صفا واحدا وراء حكومتنا في هدف واحد، وهو وحدة الكلمة ورؤية المملكة القادمة لمستقبل شبابنا إن شاء الله. حقيقة ما بطيل، ولكن هناك بعض النقاط. فأولا فيه بالنسبة لهذه المحافظة نقول فرقة بلقر، ولكن هم رجال بلقر. وحقيقة هذه الفرقة بقيادة الشيخ حمدان وقيادة رجال من خيرة رجال هذه المحافظة وضعوا لهذه المحافظة بصمة وحافظوا على تراث المحافظة. وحقيقة أصبحت يعني لقطات والأشياء اللي تقدم من هذا الفرقة بصمة للمحافظة حقيقة وعنوان، وأصبحت نقول هوية لمحافظتنا إذا كان يصح التعبير. فلهم منا كلنا كل الدعاء والوقوف بجانبهم، ونبارك لأنفسنا قبل ما نبارك لهم جائزة أمير المنطقة وجائزة المنطقة للتميز التي فازوا بها في